تحيي الروح بذكر الله، فيها ترقى البشرية، فيها يلقى القلب مناه، فيها يلقى القلب مناه. إشراقات فيها النور من شيم المختار نبينا، إشراقات فيها النور من شيم المختار نبينا، أخلاق للخير جسور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير يا أرحم الراحمين. يسرنا اليوم أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين شردوب. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم. كل نبي أو رسول أرسل إلى أمة من الأمم أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحديثنا اليوم يتعلق بهذا الموضوع مع فضيلة الدكتور بدر الدين شردوب. فنسأل السؤال الأول لفضيلة الشيخ بدر الدين. دكتور، يعني معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو المعنى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. جزاك الله خيرا على هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الحقيقة إن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر شرفت به الأمة الإسلامية، وشرفت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الخيرية لهذه الأمة بسبب القيام بهذا الأمر، وعليه طبعا تنتشر الخيرات ويعم الأمن وينتشر الخير الكثير. الآيات كثيرة، قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. وفي الحقيقة معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال العلماء: المعروف اسم جامع لكل خير، نعم، أو لكل ما يحبه الله ويرتضيه سبحانه في علاه، فيتضمن البر، يتضمن الصدق، الأمانة، العفاف، الطهارة، الإخلاص، وحدث ولا حرج، كل ما من شيء. وأهمها القول دكتور، يعني على ما أظن، أهمها القول قول نعم. معروف. فحتى قالوا عنه: مما تعارف الناس على أنه معروفا، نعم، تستحسنه النفوس، وهكذا. بينما المنكر هو اسم جامع لكل شر، نعم، أو ما يبغضه الله ولا يرضاه. فيعني من هذا شيء كثير التي تعارفت القلوب على إنكاره، يعني حرمة الزنا والسرقة والغش والخداع والمنكرات المختلفة. نعم. وهذا أمر يعني يطول. إذن هذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناهما. لكن المعنى القيام بالأمر بالمعروف، وهذا واجب كما سيتضح بإذن الله بعد قليل، وكذلك الانتهاء عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. دكتور، يعني قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني القول في كنتم خير أمة، يعني هل هو المقصود فيها يعني أن الأوائل السابقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقصودون في هذه الآية، أم يعني هي على سبيل المجاز؟ بلا شك على سبيل المجاز. فكل من يعني أو كل أمة أو كل مكلف لا بد له من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخيرية متى قام الإنسان بهذا الأمر بفعل الأوامر وترك النواهي تحقق هذا الأمر. فالخيرية هي سواء للصحابة رضوان الله عليهم وكذلك المسلمين إلى قيام الساعة. فمن قام بهذا الواجب نال الخيرية ونال تلك الدرجة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. نعم فضيلة الشيخ، يعني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد عديدة. نعم. ما أهم هذه الفوائد التي يعني يكتسبها الإنسان عند قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، بلا شك هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائده عظيمة جدا. أول شيء يعني ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أمر ملكا من الملائكة أن يدمر قرية لما ارتكبته من الموبقات ومن المنكرات وعاثت في الأرض فسادا. فقال الملك: يا رب،
يا الله إن فيها عبدك الصالح فلان، نعم. قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في مرة. إذن لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وبالتالي فوائد هذا الموضوع كثيرة جدا، ومن أبرزها أول أمر ألا وهو السلامة، والسلامة من العقاب الإلهي. نعم. وضرب الله تعالى لنا مثلا بقصة أصحاب السبت كما هي معروفة، وهي نعم. عبارة عن قرية تسمى إيلات أو إيلة، واختلفوا فيها بشكل دقيق ما هي القرية. هذه طبعا من بني إسرائيل، كانوا نعم. على البحر الأحمر كما هو معروف. ابتلاهم الله عز وجل بأن يصيدوا كل الأسبوع إلا يوم السبت، ما عدا يوم السبت. بسبب نعم. ظلمهم، ولكنهم يعني أوحى الله تعالى وحي إلهام للأسماك فصارت تتكاثر يوم السبت، فتدغدغ عواطفهم وتلعب في قلوبهم، فيرونها يوم السبت ممنوع. نعم. حتى قام أحدهم بخطة ثم نصب شباكا وحفر عبارة عن قنوات معينة، فصار يضعها يوم الجمعة مساء عند الغروب وصباح يوم الأحد، وإذ امتلأت فيتحايل على حكم الشرع، فدخل نعم. بيته وشوى السمك، فشمه الجيران ما السبب؟ قال فعلت كذا وكذا، فأثر عليهم فتأثروا به، وهكذا تحايلوا على حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. لقاء هذا الأمر طبعا هذه القصة قام نفر من الذين قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا لهم اتقوا الله إن الله ابتلانا، إن أنبياء الله بلغونا هذا الأمر، ولكن ما ارتدعوا، أصروا على فعلهم، تحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. فلقاء هذا الأمر الناس كانوا على 3 أصناف: قوم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقوم سكتوا نهائيا وقالوا بالعكس ذهبوا أشبه بالمرجفون في المدينة. نعم. قالوا لهم اتركوهم وشأنهم ما لكم، وقوم الآخر ارتكبوا المنكر. فالنتيجة نعم. أن أصحاب السبت والعياذ بالله تعالى استحقوا غضب الله واستحقوا اللعنة. وقيل أنه من بعض ما قال أصحاب التفسير ضرب بسور أو حاجز بكل من ارتكب، ثم مسخوا قردة وخنازير، وبعد 3 أيام ماتوا جميعا وانقرض ذلك الجيل، لم يتناسخ. نعم. ولم يتوالد. نعم. كما هو معروف. بينما من قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجوا بفضل الله تعالى، وأولئك قال سكت الشرع الحكيم عنهم أبدا ما نعم. ذكروا، فلا يعرف مصيرهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه فائدة من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هناك فوائد أخرى دكتور؟ بلا شك. الأمر الثاني حماية الأرض من أن تتحول إلى بؤرة فساد وشر، فلا تتحقق العبودية، حتى أن الآية الكريمة قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. نعم. أي لولا قيام المصلحون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحولت الأرض إلى فساد وبؤرة. وما نرى هذا النظام وهذا الإبداع فيما بين الناس وهذا الانتشار في الكون إلا بسبب القيام بهذه الفضيلة. نعم. وضرب الله لنا مثالا، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا، ألا وهو حديث السفينة المعروف. تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل نعم. القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. نعم. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. نعم. وكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء طلبوا الماء ليشربوا، مروا على من فوقهم. تمام. فقالوا لو يعني أعطيتمونا الماء، فمنعوهم. فنظروا قال إذا لو ثقبنا. نعم. إذا ثقبنا في الأرض تمام أخذنا. نعم. الماء. فنظر الذين في الأعلى قال إذا أعطيناهم الماء نجونا جميعا، بينما إذا لم نعطيهم الماء ذهبوا ويعني ثقبوا، وبالتالي غرقت السفينة وغرقوا جميعا. نعم. فإنهم أخذوا على أيديهم ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. نعم. نعم. فهذا واجب التدافع، لا بد من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. وهناك أمثلة عديدة أيضا، وهناك فوائد عديدة دكتور، يعني لو نأخذ بعضها يعني باختصار. نعم بلا شك. يعني أول شيء كما تفضلتم إقامة الحجة على المصرين المعاندين. نعم. يعني في كثير من الناس يقول ما أحد بلغني، في ناس أصابهم اللهو، في ناس حتى الصالحين لا بد لهم من تذكير. نعم. حتى عامة الناس، يعني حتى يوم القيامة يأتي الجار يقول يا رب خذ لي جاري من فلان لم يأمرني بالمعروف، لم يذكرني بالصلاة. وبالتالي لا بد من القيام بهذا الواجب. كذلك تنبيه الغافلين وانتشار الغارقين، حتى يعني تقام الحجة على الناس. نعم. فما أكثر الغافلين
كذلك تكوين الرأي العام المسلم الذي يحرس آداب الأمة، ثم إثارة الإحساس بمعاني الأخوة والتعاون والبر والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. نعم. هناك عواقب للتقصير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني وهناك عقوبات ربانية. نعم. ما هي أهم هذه العواقب للمقصرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بلا شك العواقب كثيرة. أولا التعرض للسخط الإلهي والعقاب الإلهي، وهذا طبعا ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. قال: يقول الرجل منهم للرجل: إياك أن تفعل هذا منكر لا ترتكبه، ثم يصبح في اليوم التالي أكيله وشريبه وقعيده ويشاركه. نعم. وكأن شيئا لم يكن، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وجعل منهم القردة والخنازير والعياذ بالله تعالى. إذن هذا الأمر. نعم. الأول هذا متمثل بعدة أمور، من أبرزها اللعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. كذلك تأمير الأشرار من الناس وعدم إجابة الدعاء، وهذه الطامة الكبرى. الآن ما أكثر الناس الذين يقولون ندعو الله فلا يستجاب لنا. نعم. بلا شك الإجابة كثير من هذه الجوانب، ولكن في هذا الجانب بالذات يعني أننا لم نقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء الرجل في بيته أو الرجل في محله، طبعا ضمن أساليب وضمن وسائل. نعم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، لتحاضن على فعل الخير، أو ليسحتنكم الله بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. نعم. وهذا ما نشاهده، ما تشاهده الأمة، وما أكثر الدعاء والإجابة قليلة بسبب التقصير من أنفسنا، أننا نشاهد ارتكاب المنكرات ولا ننكر على بعضنا، نجلس في المجلس فالغيبة والنميمة وحدث ولا حرج من هذه الأمور، ولكن لا توجد من المنكرين إلا القليل، وهذا أمر واجب بلا شك. ثم أخيرا الخذلان والهزيمة وتمكن العدو من الأمة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم يا ظالم فقد تودع منهم. لا بد من إنكار المنكر. نعم. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين شردوب. ما هي أهم المسوغات التي تجعل الإنسان يتدخل في عمل غيره؟ نعم. بلا شك هذه المسوغات أخي الحبيب كثيرة، ولكن أنا لو سبقتك إلى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما منها تنبثق المسوغات لو سبقتكم. نعم تفضل. سلمكم الله. العلماء اختلفوا في موضوع حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من عامة العلماء أو قالوا بأنه واجب، وأخذوا النصوص العديدة جدا لا يمكن يعني ذكرها الآن، لكن نذكر بعضا منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. وكذلك الآيات كثيرة يعني التي مرت سابقا، في قاعدة استنبطها العلماء فقالوا: كل فعل كسبي عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله فهو مأمور به. نعم. بينما على الجانب الآخر قال: كل فعل كسبي حرمه الشرع أو بغضه أو رتب عليه عقوبة أو كرهه أو إلى غير ذلك من ما جرى في القاعدة السابقة، قال فهو منهي عنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وقالوا لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية، ومن مسوغات كونها عالمية لا بد من قيام نفر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. كذلك انطلاقا من مبدأ التضامن الاجتماعي إلى آخره. الحقيقة اختلف العلماء أخيرا في موضوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كلمة منكم نعم. هل هي للتبعيض أم ليست أم للبيان؟ فمن ذهب إلى التبعيض قال استدل بقول النبي بقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. ولكن قالوا هو الواجب على الجميع، واجب أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب
مآله وبحسب مكانه وبحسب طبيعة نعم. المسألة. يعني هناك تساؤل دكتور، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. نعم. هل يستطيع كل إنسان أن يغير المنكر باليد؟ لا بلا شك، هذا لولي الأمر. نعم. إن كان ولي الأمر الحاكم، إن كان ولي الأمر بالأسرة، كلهم بحسب مكانه. لكن ننتقل إلى الناحية الثانية، ألا وهو يعني باللسان، بالموعظة الحسنة. يعني اللسان له مجموعة خاصة أم أيضا ينطبق على أشخاص وأشخاص، أم هو للعامة؟ هذا للعامة. نعم. نعم. يعني اللسان للعامة. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. أحيانا يكون بالأساليب المختلفة. نعم. تدرس هذا الشخص، تأتيه بالأسلوب الهين اللين. أمر الله تعالى موسى عليه السلام وهارون إلى أن يذهب إلى فرعون ويقول له قولا لينا. نعم. إذن لا بد من الخطاب أن يكون يعني لكل مقام مقال. نعم. بالمسوغات التي تفضلت بها التي تجعل الإنسان يتدخل في عمل غيره، أول هذه الأمور قال التضامن الاجتماعي والمسوغ الإنساني ومسوغ الحق الذي له الحق على الناس. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. نعم. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن التضامن الاجتماعي، رابط الأخوة، رابط الإنسانية، رابط الحق، لا بد للإنسان أن يتدخل حتى تحرس القيم، حتى تنتشر الفضيلة، حتى يتمكن الناس من أداء أعمالهم وحياتهم بالشكل الصحيح. وإلا لو تعطل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لأكل الناس بعضهم بعضا وعاش الناس في ضنك. قضية ثانية من المسوغات إجماع المسلمين من عصر الصحابة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الخلاصة كما ذكر سابقا أن كلمة منهم من قال للتبعيض فهي على الكفاية، ومنهم من قال لا للوجوب، لكن بالمحصلة العامة هي على الوجوب. نعم. شيخنا الحبيب، يعني ما هي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني أي واحد بيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم هناك يعني شروط للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بلا شك هناك شروط وضعها العلماء لمن أراد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول شيء أن يكون مكلفا مسلما بالغا عاقلا. ثانيا القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بمعنى لا يدعو إلى شيء وهو فاقد له. لا بد أن يكون قادرا متمكنا متعلما، ثم يجد الأسلوب المناسب حتى فلنقف عند نقطة دكتور، يعني قلت متعلما. نعم. يعني هنا يقودني إلى السؤال: نعم. هل غير المتعلم مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا كل بمكانه ومقاله. قال العلماء: العلم أدناه العلم بالحلال والحرام. نعم. ولكن بالشكل أعلاه كما قال العلم بدقائق المسائل. يعني أنا هنا يقودني دكتور، ولو قاطعناك قليلا، يعني قصة أثرت بي كثيرا، وهذه القصة يعني تدل على ما تتحدث به حضرتك، أن رجل يعني كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، لا يقرب المسجد، يشرب الخمور، يرتكب الزنا أو غيره والعياذ بالله. لكن أحد العلماء يعني استدرجه بقوله: تعالى يا رجل صلي معنا الصبح يغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنوبك ويجعلك في الجنة وإلى آخره. رغب هذا الرجل نعم. بحضور صلاة الفجر فقط. فقال له ذلك الرجل: يعني إذا لم أصلي باقي الأوقات يقبل الله مني؟ قال: يقبل منك. نعم. واستدرجه حتى حضر صلاة الصبح. في صلاة الصبح نظر أحد العامة وإذا بهذا الرجل في المسجد، يعني انتظره بعد خروجه، قال له: ماذا تفعل أنت في المسجد؟ نعم. قال: أنا جئت لأصلي. قال: وهل تصلي كل الأوقات؟ قال: لا، أنا لا أصلي إلا الفجر، وأسكر وأخمر وأفعل كذا وكذا. قال: من الذي قال لك؟ قال: الشيخ هو الذي قال لي أن الله يغفر لي ولو فعلت كل ذلك. نعم. قال: تبا لك وللشيخ، فإنه لا يجوز هذا الأمر، وأنت وهو في ضلال، وأنت وهو في النار، وإلى آخره. يعني سد الطريق أمام هذا الرجل الذي استدرجه الشيخ ليأخذ به شيئا فشيئا.
علم الشيخ بهذا الأمر فأتى إلى هذا الرجل المتفيهق طبعا الذي يدعي العلم، وقال له يعني ماذا فعلت أنت؟ أنا استدرجته لحضور صلاة الفجر، كنت أنت استدرجه لصلاة الظهر، ولنأخذ بيد أخينا إلى الخير. فهناك يعني العلم ضرورة ملحة على القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تفضلتم. ويعني إذا كان لديك بعض الشواهد الأخرى فلنذكر هذا الأمر لأهميته لو الله يجزيكم خير. أكرمكم الله. هذه القصة الطيبة تحضرني أيضا قصة مشى أحدهم رجل صالح مؤمن وهو في الطريق سمع في بيت فيه أصوات تتعالى بالفسق والفجور. نعم. ويشرب أهله الخمر وفيه أصوات معازف، حتى أن الرجل ما تمالك نفسه، وقف عند الباب ثم طرق الباب، فخرجت له ابنة صاحب البيت. نعم. قالت من؟ قال أبوك حي حر أم عبد؟ قالت لا بل أبي حر. قال حسنا. من الهول ما استطاع أن يتكلم، مشى، جاء أبوها من؟ قال فلان. وماذا يريد؟ قالت له، فاستشاط غضبا وخرج. من أنت أيها الرجل؟ تعال. من أنت؟ تعال. ماذا تريد؟ قال لا شيء، غير أني سمعت بعض المنكرات فعرفت أن هذا ليس أمر حسن، فسألتها أبوك حر أم عبد؟ قالت نعم أبي حر. فقلت لا حسنا، لو كنت عبدا، وأشار إلى السماء، لو كنت عبدا لما فعلت ما فعلت يا أخي، بكلام طيب. ومشى. قال تعالى يا أخي بل أنا عبد لله، أنا عبد لله، وتمسك به وأخذته العبرة وصار يبكي، وكان سببا في هدايته بهذا الأسلوب. نعم. وبقي طول حياته حافيا. نعم. حتى هو بشر الحافي. وهو بشر الحافي. نعم. كانت سبب حسن نعم. الأسلوب يعني سبب في يعني هدايته. نعم. في أمر مهم لابد أن نذكره يعني شيخ الكريم، ألا وهو أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا ينكر المعروف، الأمر المختلف فيه لا ينكر. نعم. لا ننكر إلا المنكر، وهنا يخطئ كثير من الناس. نعم. في أمر مختلف فيه تراه يشنع وتراه يعنف، لا، انظر هل هذا منكر مثلا كالزنا، كالسرقة، كالغش إلى آخره. فإن كان منكرا اختار الأسلوب المناسب الحسن، ادخل إلى قلب المدعو بعد أن تتحبب إليه، ربما بالهدية، ربما بالزيارة، ربما ارصد حاله، ارسم خطة طيبة خلقك وجه الله سبحانه وتعالى، وستصل بإذن الله تعالى. نعم. ويعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. بينما إذا كان هذا المنكر وإنكاره أمر مختلف فيه، ثم جئت بأسلوب ليس بحسن، تحول المنكر إلى منكر أكبر منه، وبالتالي ما استفدنا. فلا بد للدعاء أن يتفطنوا بأن يدخلوا إلى القلوب أولا. وهنا نركز فضيلة الشيخ على الدعاة. نعم. الدعاة اليوم منهم من يشدك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ينفرك نعم. من الدين ومن الطاعة ومن الأخلاق الحميدة. يعني ماذا تقول لهؤلاء الدعاء الذين ينفرون بكلامهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا أن نبشر وأن لا ننفر. نعم. أمرنا بالكسب لا نعم. بالفرقة، أمرنا بالاجتماع. نعم. والكثير من الدعاة اليوم يعني سبحان الله، وخاصة ممن تواجدوا في هذه الأيام في زمن الفتن، يعني جعلوا أنفسهم ونصبوا أنفسهم علماء، وهم يعني لم يتتلمذوا إلا أيام قليلة على يد دعاة دخلاء، يعني دخلوا على الأراضي، خاصة في سوريا اليوم، يعني دخلوا على أراضينا وغيروا منهجنا. ويعني يعني تسببوا بتشتيت وتفريق الأمة. نعم. جزاكم الله خيرا. طبعا في هذا يحضرني قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالنصيحة خشية السآمة والملل. نعم. يرى الصحابة أحيانا على ربما بعض الأخطاء البسيطة. نعم. يتركهم حتى يأتي الوقت المناسب. نعم. وأيضا الحديث الآخر لما كثر عدد المسلمون في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنشأ لهم مكانا آخر، المنطقة تسمى العوالي، ووضع فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه. فكان من رجل أن باع غنم، فحضرت صلاة المغرب، فدخل يصلي أطال في صلاته، فلما أطال نوى المفارقة وذهب، وجد صاحبه قد ذهب بالأغنام، فماذا يفعل؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكى له ما جرى. فعند ذلك من يأتيني بسعد بن معاذ؟ جاء سعد
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت عفوا معاذ بن جبل، أفتان أنت يا معاذ 3 مرات. من أما فليخفف، فإن في المصلين المسافر والمسن وذي الحاجة. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما فعل. العلماء قالوا أنه لابد أن يكون الإنسان عنده رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وبالتالي لا بد للإنسان أن يتسلح بهذه الشروط التي ذكرت كما ذكرنا: التكليف، ثانيا القدرة، ثالثا السلامة من الضرر. ولو ظنا، لو تيقن بداخله بأن هذا المنكر سيترتب عليه منكر أكبر منه يتركه. ويصل إلى المرتبة الثالثة، يقول: اللهم إن هذا منكر لا أرضاه ولا أقدر على رده، ويفكر ويستشير الصالحين كيف يمكن أن نغير هذا الأمر. نعم. أيضا ألا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر منه، العلم بوقوع المنكر، يعني ما والله فقط مجرد فكرة، وإنما هذا حدث وفعلا وانتشر، عند ذلك يفكر بتغييره. وأخيرا أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختلف فيه وليس متفق عليه. نعم. يعني حقيقة بقي أمامنا دقائق قليلة معدودة، فلنأخذ أهم العوامل التي تساعد على النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام، جزاكم الله خيرا. أول شيء نتذكر أنه أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا أمر الله. نعم. إذن نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة وبهذا الأمر، وهذا طريق المرسلين وهذا طريق الصالحين. ثانيا النظر في الفوائد المترتبة على الجانب الفردي، على الجانب الجماعة، على الجانب الدنيوي، على الجانب الأخروي. فوائده عظيمة تنعكس على الإنسان في نفسه وفي بيته وفي جميع أموره. نعم. أيضا دوام النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. كلما أمعنا النظر وتدبرنا يعني في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر إلى مصائر الأمم السابقة، ماذا حل بقوم عاد وثمود وأولئك الذين ارتكبوا المنكرات وعاثوا فسادا، فتهدأ قلوبنا وينعكس على أدائنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. ثم دوام المطالعة لتاريخ الأمة الإسلامية ونظام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أكثر الدعاء الصالحون الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمنهم الحسن البصري وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وابن تيمية والعز بن عبد السلام ورحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عنهم وأرضاهم، وغيرهم كثير منهم قضوا شهداء، ومنهم يعني بسبب صدقهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر يعني غيروا وجه البلاد بسبب هذا الأمر. كذلك اليقين يا أيها الدعاء بأن هذا الأمر لا يطيل عمرا ولا يقصره، كل شيء مكتوب محسوم، فلنأخذ بالأسباب ولنحرص على التغيير. المجتمعات بحاجة إلينا، الناس بحاجة، في الأسواق، في كل مكان، ولكن علينا أن نختار الأساليب المناسبة الجيدة. كذلك أمر مهم جدا ألا وهو مجاهدة النفس. نعم. التحلي بمكارم الأخلاق، عنصر القدوة يا أيها الدعاء يا أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لتكونوا قدوة، فإنه يشار لكم بالبنان إن الناس يقلدوكم، فاحرصوا ألا تقعوا في الأخطاء المزرية، ألا تقعوا، وإنما كونوا كالشمس تنير للآخرين. حقيقة الحديث شيق والوقت داهمنا. نشكرك كل الشكر فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين شردوب على هذه المعلومات الطيبة والهامة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. أيها الإخوة المشاهدون، طبتم وطاب حضوركم. السلام في حلقة قادمة. إشراقات